انا بقول لك الاهلي هيكسب النهارده 3-0 وقابلني بعد الماتش. ها 3-0. عاوزك تحتفظ بالفيديو دوت. هنضم فرقه الطموح الى الفرق اللي احنا اديناها تلاتات. افتكر الفيديو ده وقابلني بعد الماتش. ماتش النهارده مش هزار، المكسب يا ابطال. ولكن قبل ما اخش في اي حاجه عاوزك حالا تنزل في التعليقات تتوقع نتيجه مباراه النادي الاهلي امام الطموح يا برنس. وربنا يستر علينا، ربنا يسترها علينا حرفيا. ان هم بيقولوا لك النهارده الاستاد هيكون متقفل جماهير، بيقولوا ان النهارده الاستاد هيكون متقفل جماهير. يا برنس كان نفسي غريمي يبقى انا وهو كده بننافس على بطوله الدوري، ولكن مش مشكله. عندنا ايه؟ الطموح دلوقتي. الطموح اللي حرفيا الفرقه بتاعتهم فرقه بيراميدز فرقه تاكل، يعني تطلع نار من بقها، بتاكل الاخضر باللابس بالنايم بالواقف. فرقه مرعبه حرفيا. احنا مش عارف احنا هنلعب الفرقه الجامده قوي دي ازاي. فرقه جامده قوي يا جماعه. فرقه الصراحه ما بيخشش فيها جوال. فرقه الصراحه بص بيجيبوا فرقه يعني جامده ماشي. الواحد ينزل هو ايه عمال يحسدهم عشان يا رب. الماتش صعب والله العظيم، يعني نتكلم جد شويه. الماتش صعب والله. ماتش النهارده امام بيراميدز ماتش صعب، ماتش ببطوله الدوري. حرفيا اللي هيحسم بطوله الدوري السنه دي هم الماتشين بتوعهم، ده اول ماتش والماتش الثاني يوم 22 باذن الله. فباذن الله احنا عندنا الماتش دوت نكسبه هيسهل الدنيا بعد كده، لان حرفيا انت نازل الماتش ده مضغوط، ماتش كؤوس حرفيا. ده نعتبره ماتش نهائي، تكسب يا بقى، تنزل تكسب ما تهزرش. يعني عاوزين الناس اللي هتلعب، ولسه هكلمك على التشكيل، عاوزين الناس تنزل تركيز عالي، تركيز جامد، ما نضيعش اهداف. فاهمنا شيبي، فاهمنا شحاته، يعني الشحات والشيبي. انت لك ان تتخيل ان الاهلي وبيراميدز بتالي اكتر من سنه ما تقابلناش من ساعه موضوع الشيبي بتالي ماشي. فالنهارده الشحات والشيبي. الانظار كلها النهارده على الشحات والشيبي. تمام. ولكن ماتش النهارده باذن الله كولر يعني نطلع الماتش ده بنتيجه ايجابيه، وباذن الله يكون المكسب، لان ماتش صعب. هكلمك على التشكيل النادي الاهلي. عندك الشناوي باذن الله يكون في حراسه المرمى 2 قلوب دفاع، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. ناحيه اليمين يكون عمر كمال، ناحيه الشمال يكون كريم فؤاد. يكون عندك 3 في نص الملعب، مروان واكرم وامام. عندك اللي هيكون الثلاثه في الهجوم هيكون عبد القادر والشحات واسامه ابو علي. ده كده تشكيل النادي الاهلي. ولكن انت لو جيت بصيت على التشكيل لما قعدت برده امبارح اتفرج على اهداف بيراميدز في الفتره اللي فاتت، وقعدت يعني اشوف الاهداف بيسجلوا اهداف ازاي وتابع. هم بيلعبوا في قصه الهجمات. هي يعني انا مش عارف اشرحها لك ازاي، ولكن هم بيحاولوا يضغطوا من الاطراف. يعني بيحاولوا يجمعوا اللعب كله مثلا من ناحيه اليمين، فمعظم المدافعين بالباك رايت بكله، فاللعيبه تبدا تترحل كده ناحيه اليمين. فجاه يغيروا الكره ناحيه الشمال، ففجاه يظهر مساحه يقدر اي لعيب من الناحيه ديت من عندهم يخترق من الحته دي. يعني في اخر كام ماتش هم جابوا كام جون بنفس التكتيك ده، بنفس الحركه ديت من ناحيه الاطراف، اللي هم بيجمعوا اللعب هنا فجاه يروح محولين الكره الناحيه الثانيه، يكون في لاعب مستني يخترق ويشوط او يعدي ويرقص لو في لعيب. بس القصه هم بيحاولوا يسحبوا على يعني اكبر عدد من اللعيبه على قد ما يقدروا من المنافس الناحيه مثلا الشمال، وفجاه ترك على طول. اول لما يبدا يلاحظوا ان خلاص فتحت واللعيبه بدات تترحل، يلعب الهجمه ويبدا لاعب من ناحيه اليمين مثلا يتحرك ويبدا يعمل خطوره او يبدا ان هو يسجل هدف. يعني ده التكتيك البسيط اللي انا قدرت الاحظه، عشان ما اتفرجش على اهداف كتير، ولكن ده اللي انا قدرت الاحظه. وبرده بيلعبوا ايه الباص، يعني مثلا ايه لعيب يباصي مثلا للعيب في نص الملعب فيتحرك، فده يروح لعبها له كده من فوق المدافعين. اللي ايه دي كان النادي الاهلي مع كولر كان على طول بيعملها مع حمدي فتحي. يعني احنا كنا على طول بنعملها مع حمدي فتحي، ولكن هم ده اللي انا لاحظته. ولكن باذن الله ربنا يكرمنا النهارده. ماتش صعب، فالواحد بيتمنى ان هو يكسب، لان ماتش انت بتتكلم ماتش النهارده من بيراميدز عنده روح جديده، بيراميدز عنده اهداف جديده، ان هو خلاص بقى حاسس ان هو خلاص قرب ياخد بطوله الدوري، حاسس ان هو خلاص هيجيب بطوله الدوري، فهو على اعتاب بطوله الدوري. قال لك انا اكسب الاهلي النهارده واكسبه يوم 22 خلاص انا خلصت. ونفس النظام للنادي الاهلي، النهارده احنا كمان لازم نكسب النهارده ونكسب باذن الله يوم 22. خلصت. هو النادي الاهلي لسه ناقص له 11 مباراه. فانت بتتكلم احنا لسه ناقص لنا تلت الدوري، ومتخيل احنا اللي احنا هنلعب كل الماتشات ديت في شهر. كل الماتشات دي هنلعبها في شهر. فباذن الله ربنا يكرمنا النهارده ونكسب ونعمل مباراه حلوه ونعمل نتيجه ايجابيه، لان المباراه صعبه جدا والله العظيم.
تمام. ولكن ما تنساش يا برنس بقى، عايزك تنزل بقى تتوقع. انا توقعات انا يعني 2-1 2-1 باذن الله للاهلي، باذن الله 2-1 للاهلي. وانا عاوز توقعاتك عندك في التعليقات، يعني انا عاوز توقعاتك عندك في التعليقات. تمام يا برنس، يلا سلام.